بونو 3 سنين هلالي. الله، هذا اللي جمايله مغرقتنا لين هنا، هذا اللي لا قعود وفي حقه ولا تعطيك كلى رئة ما فيه. هذا الوحيد اللي يوم جددتوا عقده كان قلتوا لنا احنا نقط معكم، احنا نتساعد. هذا احنا نبغى نرد له الدين، ما احنا عارفين، احنا ما احنا عارفين، والله ما احنا بعارفين. مبروك بونو، مبروك لنا احنا، والله يقدرنا ويجملنا ونتجمل معك، ولا انت وجهك ابيض وراعي جمايل ومغرقنا. الله يعني انا هلالي واستفزيتوني يعني في اليوم اللي فيه ذكرى تأسيس نادي الهلال، النادي اللي انولد بطل، النادي اللي انولد وهو من ذهب لذهب، من انجاز لانجاز. سالم الدوسري بياخذ افضل لاعب في اسيا، وبدل ما هن ضربتين على الراس بتوجع بتسووا 3 ضربات على الراس. والله كثير. بتجددوا عقد ياسين بونو ل 28، الحارس الأمين ابن المغرب العظيم، الحارس اللي هو أفضل حارس في العالم، بتجددوا عقده ل 28. طب شوي شوي عليهم، شوي شوي. طب يعني من أجل السنين العجاف يا نادي الهلال. مبروك يا جمهور نادي الهلال، تجديد عقد ياسين بونو إلى 28، والعقبة بإذن الله تعالى لروبن نفيز، فرجار الهلال وموسيقار الهلال، وسافيتش، اللاعب اللي لا زالت أوروبا تعض أصابع الندم إنها فرطت في لاعب زي سافيتش. سلام. ايش اليوم الاسطوري ذا. تأسيس الهلال وسالم اخذ افضل لاعب في اسيا، وبونو جدد يا اخوان 2028. يا اخي بونو اقسم بالله يحبك حب. انا وعدت نفسي اشبع لك طول حياتي يا شيخ. بونو يا اخوان جدد لين 2028. ديما بونو الى 2028. تالي زمانه بلغله مثل ما بدا نشهد كتبة نصا في حساب الهلال. باقي ومتجدد، حب الابد ياسين بونو، ديما بونو ديما مغرب يا شيخ روح. اللهم لك الحمد. باقي سافيتش ونيفيز، ها اعجلوا بالاعلان. يقولون سافيتش اموره طيبه، بس نيفيز الى الان الامور بس ان شاء الله من الاثنين بيجددون بحول الله. اللهم لك الحمد. احنا كنا بندخل في قروش ندور على حارس والدنيا، الحمد لله بونو حل الامور. الرجال هذا يا وادم والله اني احبه، كل ما في هلالي ما يحب. ابدا الف مبروك تجديد ياسين بونو. لا تنسون فولو حساباتي بالبايو، دائما متواجد في الاصفر. تعالوا علمونا ايش رايكم. 2028 يعني لمده موسمين اخرى ياسين بونو هلالي، والله توفق فيه الهلال. ترى بونو مطلوب في اوروبا الحين، بونو بعد اداء في كاس العالم مطلوب من اعلى الانديه الاوروبيه، والهلال يجدد عقده موسمين. طبعا صفقه جديده نعتبرها صفقه جديده وحارس مستقبل 3 سنوات قدام، وهذا الموسم معاك ولين 2028. بصراحه هنيئا لاداره اداره نادي الهلال على هذا التعاقد وهذا التجديد. عاجل وحسب الشرق الاوسط الهلال يقترب من التجديد لبونو لمده 2 سنتين. اعلى خبر، افضل حارس في العالم سيجدد لمده موسمين. روح اتغدوا روحوا يلا. اخوان ديما بونو راح يجدد عقده مع الهلال ل 2028 قريب رسميا، خلاص راح يجدد عقده مع الهلال. في مفاوضات يعني تقريبا رسميا، هذا المفروض يجددوا له معاه قرون، مو بس ل 2028، 5 سنوات 10 سنوات. هذا بونو يبقى ديما بونو. لايك فور سلام. اي احد يا اخي ما تكلفك شيء، والله ما يكلفك شيء. دوس لايك واشتراك. لو اي احد فيكم من يشاهد بس دوس لايك، والله هذا الشيء يسعدني، اقلها لايك. بوم يا اخوان يقول لك ياسين بونو تلقى عروض من خارج السعوديه، واستبعدها يا اخوان. استبعد هذا العروض من اجل نادي الهلال، استبعد هذا العروض يا اخوان من اجل شعار نادي الهلال. ياسين بونو يبغى يكمل معنا. ايش الله يعزك يا بونو. ياسين بونو اتخذ الشيء الصح اللي هو البقاء مع نادي الهلال، ونادي الهلال يا اخوان يقترب من تجديد عقد اللاعب ياسين بونو، باذن الله تعالى. خلال ال3 أيام الجايه بتشوفون اشياء تبسطكم باذن الله تعالى. هلاليستا لا تخافوا، ياسين بونو قاعد، ياسين بونو مو طالع، ياسين بونو رفض جميع العروض وقرر البقاء في نادي الهلال. ايوه كذا يا شيخ. حبايب هدفنا
50,000 متابع، فاللي متابعني اتمنى يتابعني، ولا تنسوا التجديد. الاخبار انفجرت اليوم بان الهلال خلاص بدا يقترب وفي اتفاق شفهي مع بونو بان ان شاء الله بيجدد لمده 2 يا جماعه الخير بالله عليكم، لا يعني لا احد يقول يا جماعه بونو ثابت، بونو حرفيا ثابت، فالتجديد معاه مطلب شعبي المفروض، ما هو بس هلالي يعني، فالله ييسر الامور ان شاء الله. تجديد هذول الاثنين لا يقلوا عن تجديد بونو، يعني هذول اساس وسطك او اساس الفريق اصلا. وجهة نظري واذا واحد منهم غاب بتلاحظ فارق كبير جدا في الفريق. بس يا جماعة الخير انا عندي يعني احساس، والله ما اعرف شو، هل انتم معايا بنفس الشيء هذا ولا لا، باني فيز ان شاء الله ممكن يجدد بسهولة، لكن سافيتش ماني حاس، لكن الله ييسر الامور، لان بصراحة روحة سافيتش ليوفنتوس حاسها جاية على مزاجه. يعني خبر انه يعني اللاعب كل شوية طالع وكيل اعماله من فيه عروض ومدري، هو ممكن يكون مزايدة اللي هو ابغى ازود الراتب، ولكن حاسس ان اللاعب جالس يبغى يقرب لحد الفتره الحره عشان يروح مجانا لليوفي. لكن بالله الف ضحكه، انا بس حخصص ان شاء الله في كل فيديو باذن الله عشان نضحك على هذا.